تم عقد اجتماع موسع في مجلس النواب برئاسة السيد سليم الجبوري وحضور كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية وأعضاء مجلس محافظة ديالى ومحافظة ديالى وكذلك نواب ديالى في البرلمان العراقي بكافة الفئات والطوائف. تم التطرق إلى جميع الأمور التي تخص محافظة ديالى وخاصة الملف الأمني كان له الحظ الأكبر في هذه الأمور. تطرقنا إلى الملف الأمني وكيفية فرض الأمن وتم التوجيه من قبل السادة الوزراء بأن يكون السلاح بيد الدولة. اليوم السلاح بيد الميليشيات وبيد الناس التي خارجة عن القانون، فلذلك تم خطف كثير من الناس الأبرياء بهذه الطريقة البشعة. وإن شاء الله في الأيام القليلة سيتم تطبيق هذا القانون وسنقضي على هذه المظاهر المسلحة في محافظة ديالى. المحور الثاني الذي تم التطرق له هو عودة النازحين إلى ديارهم، حيث أن الحمد لله اليوم محافظة ديالى خالية من الإرهاب. فقط لدينا خطة زمنية لعودة هذه النازحين، ونحن إن شاء الله يعني سائرون بهذا الاتجاه وستعود جميع العوائل إلى ديارها. المشكلة الأخرى التي تخص ناحية جلولاء، اليوم جلولاء تعرفون هي منطقة متنازع عليها بين العرب والأخوة الأكراد، وإن شاء الله في القريب العاجل تم تشكيل لجنة وإعادة النازحين إلى هذه المناطق بعد دراسة الناس بهذه المنطقة وتزكيتهم من قبل الأهالي ومن قبل شيوخ العشائر من أجل العودة وضمان عدم عودة داعش إلى هذه المناطق. اللجنة تكون مشكلة برئاسة محافظ ديالى وعضوية ممثل مجلس النواب وممثلين من القيادات الأمنية، قيادة العمليات وقيادة شرطة ديالى ومجلس المحافظة، وإن شاء الله هذه اللجنة ستباشر أعمالها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. اللقاء الوحيد الذي لمسنا منه الجدية هو هذا اللقاء الذي حدث مساء أمس. المقررات هي كما تطرقنا حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على المظاهر المسلحة في الشوارع، عودة النازحين إلى ديارهم، وكذلك البنى التحتية في هذه المناطق يعني مخربة بشكل كامل، وإن شاء الله سيقومون بإسعافنا بمبلغ معين من أجل إعادة الحياة إلى هذه المناطق وعودة الأعوال إن شاء الله. القضاء على السلاح بيد العصابات هو القضاء على الخطف. اليوم هو الخطف يتم بعصابات بزي عسكري مع الأسف الشديد. الناس الأبرياء تقاتل بالجبهات، والناس اللي قطاعين الطرق هم الذين يقومون بهذه الأعمال المشينة.